السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة معانا فيديو جديد. معانا الشكلمة او حلوى جوز الهند. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ المقادير. معايا هنا 3 بياض بيض. جبت 3 بيضات وفصلت البياض عن الصفار، وخدت البياض. ضربته هنا مع نص معلقة فانيليا، ومعايا رشة ملح، ونص كوباية سكر بودرة، وكوبايتين جوز هند مبشور. هي دي كل مكونات الشكلمة. بفضل اضرب في بياض البيض لما لونه يفتح ويبقى هش ويعمل فوم. دي رشة الملح، وده سكر البودرة بحطه شوية شوية، وبفضل اضرب لما الخليط يبقى كريمي. في ناس بتعمل بالبيض كله على بعضه، وفي ناس بتعمل بالحليب المكثف، يعني هي ليها كذا طريقة. ده جوز الهند، معايا كوبايتين جوز هند. يبقى المقادير: نص كوباية سكر بودرة، كوبايتين جوز هند مبشور، معلقة فانيليا، معلقة ملح، 3 بياض بيض. مقادير سهلة وبسيطة، وهي متاخدش وقت خالص. بفضل اضرب حوالي 10 دقايق كده لما الخليط يبقى كريمي. ببتدي ازود جوز الهند شوية شوية. كده خلاص. خلاص بشيل المضرب بقى، مقعدناش محتاجينه. بجيب الاسباتيولا دي بقلب بيها. هما دول كوبايتين، انا معايراهم بالكوباية المعيارية، فباخد منهم شوية شوية وبقلب. معايا هنا صاج اللي هخبز فيه، ما فرشة فيه ورق زبدة، والفرن مولعاه على درجة 180 قبلها ب10 دقايق. هي ما بتاخدش وقت، بتقعد في الفرن حوالي 15 دقيقة. هنا خلاص بمزج الخليط كويس. كده خلاص هبتدي اشكلها. معايا معلقة، اللي هي المعلقة المعيارية دي، اصغر واحدة، اللي هي الوسط. بقلب بيها وبسوي كده، بعملها كورة زي كورة كده. اخلص الكمية كلها وبدخلها الفرن. جربوها تعجبكم قوي. دعموني بقى واشتركوا في القناة. ممكن لو مش بالمعلقة، ممكن تجيبوا كيس حلواني وتحطوا فيه الخليط، تنزلوه شوية شوية بس يكون واسع شوية. بس هي كده برضو سهلة، ما خدتش وقت. المكونات كلها مكتوبة في صندوق الوصف.
كده خلاص. خلصت الكمية وراح ادخلها الفرن. كده خلاص استوت وبقت بالشكل ده. هبتدي ارصها في الطبق. انا هنا استنيت عليها شوية لما بردت. ما ينفعش تشيليها على طول كده وهي خارجة من الفرن، تكون لسه طرية شوية. جربوها هتعجبكم قوي. ده الشكل النهائي. هنا كنت بشوفها شكلها طعمها حلو والشكل كمان احلى. دي رشة جوز الهند بقى عشان الشكل العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.